يا مساء الفل عليكم يا فراولاتي يا كريزات يا حلوين. النهارده بقى رجعنا من المصيف، شعرنا هايش، تعبان، مُجهد من الحر، من المَيّة بتاعة البيسين، البحر، كل العوامل دي بتبوّظ شعرنا طبعًا. حتى في ناس بتشتكي إن شعرها هايش، وفي ناس طلبت مني في الكومنتات برضه إن شعرها هايش وكده، فالروتين ده هيبقى حلو جدًا معاهم، وهيرجّع شعرك لطبيعته ويمكن أحسن كمان مما كان عليه. فيالّا بينا بقى نشوف إيه الروتين اللي هنمشي عليه هيرجّع شعرك تحفة. أول حاجة كده هتهتمي لي بيها هي إنِّك أنتِ هتغسلي شعرِك بشامبو يكون بينضّف فروة الراس كويس، بس في نفس الوقت ما بينشّفش الشعر. يعني أنا هنا يعني ما فيش براندات معيّنة هاقولها، بس أنا دي الحاجات اللي أنا استخدمتها، يعني دي عن تجربة شخصية. أنا مثلًا استخدمت الشامبو بتاع ألوكيتا، رغم إن هو شامبو للقشرة لكن ما بينشّفش الشعر خالص، يبقى إحنا أول خطوة هنستخدم شامبو يكون ما بينشّفش الشعر. تاني خطوة ودي برضه خطوة مهمة جدًا البلسم بتاعِك، لازم تدخّلي في الروتين بتاعِك بالذات للشعر الهايش إن أنتِ يكون في الروتين بتاعِك بلسم، أيًا كان نوع البلسم اللي أنتِ هتستخدميه، لو عايزين عن تجربة شخصية أنا استخدمت زيرو فريز ده تحفة، قوامه تقيل، بيرطّب الشعر حلو أوي، ميزة البلسم عمومًا بقى إيه، إن هو بيحتفظ لِك بالترطيب اللي أنتِ أخدتيه مثلًا من حمام الكريم، يعني لو أنتِ عاملة حمام كريم بعد كده تغسلي شعرِك بالبلسم بيحتفظ بالترطيب اللي أنتِ خدتيه من حمام الكريم، عشان كده في تكنيك معيّن لغسيل الشعر إن حمام الكريم الأول وبعدين البلسم، يعني البلسم ده بيبقى آخر خطوة في الشاور بتاعِك قبل ما تخرجي، مش بعد الشامبو ولا حاجة، خلاص يبقى إحنا كده أخدنا شامبو ما ينشفش الشعر وأخدنا بلسم، هنيجي بقى مرتين في الأسبوع هنعمل حمام كريم. مرتين في الأسبوع حمام كريم، مرّة منهم حمام كريم يكون ترطيب فقط، ومرّة حمام كريم يكون فيه بروتين، اسمعوا مني بقى، حمام كريم فيه بروتين عارفين أنتم الشعر اللي بيبقى يُقَف الصغير ده تحسّي إن الشعر متكهرب كده، أو الشعر هايش أو حتى ملمس الشعر نفسه ناشف، استخدمي بس مرّة في الأسبوع أو حتى كل 10 أيام حمام كريم يكون فيه بروتين زي ألوكيتا ده، لو عايزة حمام كريم بقى مُرطِّب فعندِك جليس ده حمام كريم مُرطِّب بس ترطيبه ممتاز، ممتاز، هنعرف إزاي إن حمام الكريم بتاعنا بروتين فيه بروتين والّا مُرطِّب فقط من الكلمات اللي أنا كاتباها لكم على الشاشة دي، حمام الكريم بتاعِك لو لقيتِ عليه أي كلمة من الكلمات اللي مكتوبة على الشاشة دي تعرفي إن هو فيه بروتين، وفي الحالة دي ما هنستخدموش غير مرّة واحدة بس كل 10 أيام، لإن لو زدتِ في استخدامه فبيجيب نتيجة عكسية، تمام؟ يبقى أنا هاستخدم مرتين في الأسبوع حمام كريم، مرة ترطيب، مرة حمام كريم مرطب، ومرة حمام كريم فيه بروتين. أنا بارشّح لكم في الترطيب جليس أو إيكوبيل، إيكوبيل اللي أنا ماسكاه ده بُصّوا أنا خلّصته على الآخر طبعًا ما فيهوش ولا نقطة، ده كان تحفة، بالنسبة لي تحفة ترطيبه حلو جدًا، سعره كان كويس أنا كنت جايباه من على الweb site بتاعهم، كان سعره هو تقريبًا مش فاكرة 400 جرام والّا 500 وكان سعره 125 جنيه يعني، فكان سعره عبيط أوي بالنسبة للكمية بتاعته، وترطيبه حلو أوي. هنيجي بعد كده خرجنا من الشاور عملنا حمام الكريم، اهتمي بقى بترطيب شعرِك بشكل يومي، على فكرة ترطيب شعرنا بيحتاج ترطيب زي ما بترطبي وشِك، زي ما بترطبي جسمِك، رطبي شعرِك بالمرطب يعني اللي بيمشي معاه، سواء بقى leave in تقيل أو كريم عادي خفيف زي sunsilk ده اللي يريحِك، كمان إيفا ده حلو برضه، بس أنا ما باحبوش أوي، يعني ما بارشحوش أوي، يعني فلو عايزة رأيي خليكِ في sunsilk ده حلو أوي سواء الكريم أو الleave in. بعد ما هتحطّي الكريم على شعرِك هتيجي كده تحطّي نقطتين من أي سيرام عندِك، وميزة السيرام برضه إن هو بيحبس لِك الترطيب اللي أنتِ أخدتيه بقى من حمام الكريم ومن البلسم ومن الكريم بتاع التسريح اللي أنتِ استخدمتيه، يا دوبك بتاخدي منه بُصّي يعني نقطة صغيّرة أوي bump كده صغيّر أوي، شوفي نقطة قد إيه، نقطة، نقطتين، لو أنتِ شعرِك كثيف وهتبتدي تدلّكيهم في كَف إيديكِ، هتبتدي تدفّيه كده في كَف إيديكِ وتبتدي تمشّيه على شعرِك كلّه، على الجذور بتاعة شعرِك كلّها. بُصّي بقى اتفرّجي بقى على الريحة وعلى الترطيب وعلى الجمال. كمان ممكن تستخدمي زيت جوز الهند، يكون زيت جوز هند مضمون يعني، برضه تاخدي منه نقطتين كده على الجذور بتاعة الشعر، برضه هيحتفظ لِك أوي بالترطيب بتاع شعرِك وهيحافظ عليه وهيمنع يعني الهيشان ده تمامًا. الروتين ده أنتم هتحسّوا إن هو طويل، لكن هو مش طويل، يعني أنتِ لمّا هتعملي الخطوات هو مش طويل ومش مُمِل، بس هترجّعي شعرِك فعلًا لطبيعته، وفي الوقت العادي من غير ما تكوني رُحتِ مصيف ولا مش مصيف، لو مشيتِ على الروتين ده
شعرِك بجد بيبقى في أحسن حالاته، لإنه واخد كل كفايته من الترطيب، سواء بقى من بلسم، من حمام كريم، من ترطيب بعد الشاور، السيرم، يعني أنتِ كده بتحافظي عليه تمامًا ويعني وبتمنعي عنه كل العوامل اللي هي ممكن تخلّيه تهيّشه أو إن هو تخلّيه شعر جاف. أتمنى أكون فدتكم ولو بأي معلومة صغيرة، ولو عندكم أي استفسارات، أي أسئلة سيبوها لي في الكومنتات وأنا بارُد على كل الأسئلة. أسيبكم في رعاية الله، أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.